احلى طاجن بطاطس ما شاء الله ما شاء الله باللحمه، حاجه تحفه جدا. الصوت اللي جنبي ده بحمر فراخ زي ما انتم شايفين كده، حاجه عظمه ما شاء الله. عايزه اقول لكم انها تطلع من النافوخ. شايفين جمال طعمها؟ رائع رائع، حاجه حلوه قوي 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 والله، جميله جدا. شايفين يا جماعه؟ حاجه عظمه. طاجن بطاطس بكيلو لحمه، تحفه تحفه. والطريقه اللي انا عملتها لكم دي هتعجبكم جدا وهتعجب ولادكم. ولا فيها بصل باين بقى ولا الحاجات دي كلها، فيها كل المكونات لكن مش باين. جربوا الطريقه ديت وادعوا لنا دعوه حلوه، وتابعونا واعملوا لنا لايك. شكرا ليكم. يلا نشوف الطريقه. علشان نعمل صينية بطاطس جميلة جدا ومختلفة باللحمة القطع. بعمل ايه؟ انا عندي دايما الطماطم عندي مسلوقة وعلى هبة الاستعداد لأي اوردر لأي حاجة. ببقى سلقة الطماطم دايما وحطها في التلاجة. هنا عندي قرن فلفل بارد وقرن فلفل حامي وبصلايه كبيره وطماطمايه فريش وتوم. هنضرب كل المكونات دي في بعضيها في الخلاط او في الكبه، وهنحطها على البطاطس وهنعمل احلى صينيه بطاطس مختلفه جدا ما فيهاش قطع البصل. انتوا عارفين ان ولادنا بيزهقوا من قطع البصل والحاجات اللي هي قطع وطعم الفلفل، ولا مش هناكل ده ومش هناكل ده. فانا بضرب كله في الكبه وبحطه على البطاطس. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه بقى هنعملها، هنقطع البطاطس بالسمك اللي انتوا شايفينه ده. دايما انا سلقه طماطم عندي في البيت فحطيتها في الكبه. غير بقى اللي انا هحطه المكونات، البصل والفلفل الاخضر اذا كان حامي او بارد زي ما تحبوا، فصين من الثوم، طماطمتين صابحين كده. هحط بقى ملح وفلفل وكمون وبهارات لحمه لان انا هعمل طاجن البطاطس ده باللحمه. يبقى التوابل بتاعتي بس ملح وفلفل وكمون وبهارات اللحمه، ومعايا كمان شويه كزبره ناشفه. طبعا محطوط مع الطماطم وهي بتتضرب توم. سلقت اللحمة كويس جدا وحطيتها على البطاطس، يا دوب سبت بس مقدار تسوية البطاطس عشان تكمل سواها مع اللحمة ومع الصلصة والخلطة اللي احنا عاملينها. حطيتها كده كلها وحطيت عليها الطماطم اللي عليها التوم وعليها البصل، عشان الولاد بيقعدوا يقولوا بقى ايه، لا احنا مش عايزين شرايح البصل، مش عايزين ناكل مش عارف ايه، مش عايزين التوم يبقى باين. فضربت كله كده علشان نعالج الجزئية دي. بحط بقى شوية زيت، لقيت الازازة خلصت، هجيب تاني دلوقتي. وسقيتها بقى بالشوربة كده وظبطتها تمام بتوابلها بكل حاجة. ورقة فويل بقى وهنغطيها. اعملوا لنا لايك يا جماعة، انتوا لسه ما عملتوش اللايك لو سمحتوا، يعني اللايك بيرفع الفيديو وبيخليه ناس تانية تشوفه. هنحطها بقى في الفرن، بس لازم زي ما قلت لكم في الاول ان انا بحطها في طاجن الومنيوم زائد الطاجن اللي هي محطوطه فيه ده، علشان ده خفيف قوي بيلسع منك في الفرن. طلعت بقى زي ما انتم شايفين كده، تحمريها باللون الجميل ده، حاجه عظمه جدا. نصلي ونسلم ونبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دقتها اهو، طعمها تحفه جدا، مش باين فيها بقى لا بصل ولا اي قطعه اي حاجه تانية، يا دوب هي كانها اللحمه والبطاطس وخلاص، لكن متبله وجميله جدا. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا، شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.